السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في الفيديو ده هوضح البيفور والأفتر في السي اس اس. أول حاجة إحنا لازم نفهمها. أنا بقول دلوقتي لو عملت مثلا div وقلت فيه كلمة HTML، تمام. أنا بقول دلوقتي أنا لو عايز أضيف كلمة قبل كلمة HTML حاجة معينة، كلمة تانية، أو أضيف بعد HTML كلمة تانية. طب ما سهل، ممكن اعمل سبان بعد كلمه HTML واضيف الكلمه اللي انا عايزها، او سبان قبليه. طيب تمام. بس هتيجي تعمل بقى للديف خصائص بالسي اس اس والسبان خصائص بالسي اس اس. طب وليه؟ طب ما انا عندي حاجه اسمها بيفور وافتر تعمل كل ده. تمام. عايز دلوقتي انت دلوقتي HTML اللي عندك عايز تضيف قبليها كلمه، قبل كلمه HTML هضيف كلمه معينه، يبقى انت هضيف قبل كلمه HTML، قبل يبقى بيفور. طب لو عايز اضيف بعد كلمه HTML يبقى افتر. واحده واحده نشوف تعمل ازاي. فانا هحدد الديف اللي انا عايز اضيف قبليه ولا بعديه، وبعد كده تعمل الكولوم. انت عايز تضيف بيفور ولا افتر؟ عايز تضيف قبل ولا بعد؟ هنضيف دلوقتي قبل، فتقول كلمه بيفور. تمام. هتضيف ايه؟ كلمه معينه، فبتحطها بحاجه اسمها كونتنت. انت هتضيف قبل البيفور قبل كلمه ال HTML كونتنت كذا، اللي هو مثلا CSS، وهاجي اشوف انا عملت ايه. مش المشكله دي. تمام. انت ضفت قبل ال CSS قبل ال HTML كلمة CSS. جميل جدا. عايز كمان اقول الكالر. لو انا قلت الكالر اللون البرتقاني، هل هيتطبق على الديف كله ولا الديف اللي انا محدد؟ يعني انا قايل للديف بيفور يعمل الكونتنت بتاعك CSS والكالر بتاعك F50، فهيتطبق على البيفور لان انا محدد. انا قايل ده يعمل الكالر بتاعه F50 على البيفور. تمام. فهتيجي الكالر بتاع ال CSS هيتغير. انت لما تيجي تعمل هايلايت كده هتلاقي بس الكلام اللي موجود في ال HTML كلمة HTML بس، لكن ال CSS دي مش موجودة في ال HTML، دي موجودة. يعني انت ضايف كلمة ال CSS في ال CSS. يعني لو غيرنا كلمة، خليها عشان ما يتلخبطش الكلام، نخليها مثلا 2E مثلا. لو انت عملت هايلايت اهو، ال 2E دول متضافين في ال CSS، مش ضايفهم انت كلام في ال HTML. تمام. عايز مثلا تعمل باك جراوند مثلا اللون الاسود، وتخلي الكلام ده لون الابيض، فهتلاقي كده اتطبق على البيفور اللي قبل HTML. طيب تقدر تعمل اللي انت عايزه كله، تعمل مادنج وبارجن واللي انت عايزه كله. تدي فونت مثلا سايز 30 بكسل وتشوف. تمام. عايز كده، انا بقول قبل ال HTML هضيف كذا. طب انا لو عايز اضيف بعد ال HTML بسيط، هتغير كلمة افتر تخليها بيفور، تغير كلمة بيفور تخليها افتر. تمام. فتلاقي الاي جات لك بعد كلمة ال HTML. تمام. لو عملنا مثال عشان نوضح فكرتنا اكتر، هنعمل مثلا UL جواها 2 مثلا LI. اول واحدة مثلا اخليها هوم، وتاني واحدة اخليها about، ونطبق فكرتنا عليها. خلاص هشيل انا طبعا الديف ده توضح الفكره. تمام. انا عايز بدل البوليت دي اخليها مثلا اخليها برضو بوليت، بس مثلا اغير اعملها شكل مربع، واغير الكلام بتاعها، اغير اللون بتاعها. تمام. فانت هتيجي بتقول انت عايز تغير اللي قبل ال اي. نشيل اول الليست دي، ليست ستايل نخليها نون عشان ما تكونش موجوده. تمام. عايز بقى انت تضيف قبل ال اي، فانت بتقول ال اي هتضيف قبلها يبقى ال اي بي 4. تمام. هتضيف ايه؟ انت عايز الكونتنت بتاعك مثلا، لو ضفنا كلمه هتلاقي الكلمه دي ظهرت. لو انت ضفت كلمه مثلا حرفين مثلا زي دول، هتلاقي الاس اس بتاعك ظهر. تمام. قبل كلمه. تمام. انت مش عايز تضيف حاجه وعايز تعمل مثلا البوردر مثلا 2 بكسل سوليد، سوليد لون مثلا زي اللون برضو البرتقالي. نشوف. تمام. طيب انا عايز اخلي كل واحد مستقل بذاته، عشان هو طبعا هو عمل قبل كله، يبقى انا تحدد لكل واحده الديسبلاي بتاعها تخليه اللاين بلوك، عشان كل واحده تكون مستقله بذاتها. يعني كل واحده تكون واخده اللاين بلوك بتاعها. تمام. انت بقى عايز تكبر مثلا البوردر ده تخليه 5 فيكون مظبوط كده، عايز تقلله 4 مثلا. تمام. زي ما انت عايز يكون في مسافه. تمام. اعمل بادنج رايت.
بادنج رايت مثلا 10 بكسل، مارجن رايت 10 بكسل، انا اسف، مارجن رايت 10 بكسل. تمام كده انا غيرت البيوت خليتها مربع. طب عايز تخليها مثلا شكل عامل زي المثلث، اعملها ازاي؟ انت البوردر كله محدده 4 بكسل سوليد، اللون كله، اللون بتاعه كله اف 50 اللي هو اللون البرتقالي. طب انا عايز احدد لون بس لوحده، فتخلي ده اللون بتاعك كله يكون ترانسبيرنت. يعني انا مش عايز احدد، يعني ترانسبيرنت ده شفاف فهتلاقي مفيش حاجه ظاهره. عايز انت بقى تحدد البوردر ايه، اللي على الشمال ولا اللي على الرايت ولا على الليفت ولا على البوتوم. انت عايز تخليه بوردر ليفت من جهه الشمال، فتقول له البوردر ليفت ده 4 بكسل برضه سوليد، بس بدل كلمه ترانسبيرنت تحدد اللون اللي انت عايزه، فتلاقي جت ايه، البوردر بتاعك بقى شكل المثلث. البوردر كله موجود بس معمول له ترانسبيرنت. تمام، يبقى دي فكره المثلث، ان انت تعمل البوردر بتاعك تحدده كله بس تخلي الكلر بتاعك ترانسبيرنت يعني شفاف، وتحدد اللون اللي انت اللي عايزه للبوردر. عايزه ليفت، عايزه مثلا توب يجي لك من التوب، عايزه رايت هتلاقي جه في الرايت، عايزه بوتوم نفس الكلام هيجي لك من البوتوم، بس احنا عايزينه دلوقتي في الليفت. تمام، دي الفكره بتاعت المثلث، تقدر تعملها بالطريقه دي. تمام جدا. مثلا ممكن عايز اعمل ايه تاني، اخليها بدل بيفور اخليها افتر. تمام، دي فكره تانيه، بس انت مش عايزها يكون كده، عايز يكون السهم يكون مشاور لكلمه هوم ومشاور لكلمه اباوت. خلاص تخليها بالايه، بدل ليفت تخليها رايت. تمام جدا. طب لو عايز بيفور وافتر عادي، خد دي كده بالظبط وخليها بدل بيفور خليها بدل افتر خليها بيفور، وهتضيف قبليه وبعديه. هنخلي طبعا دي بدل ليفت بدل رايت هنخليها ليفت، فتضيف قبل وبعديه. تمام جدا. دي فكره من الافكار اللي انت عايز تعملها. عايز تضيف مثلا تعمل مثلا ديف، وبعد الديف ده تعمل مثلا مثلث صغير، نفس الفكره دي بالظبط. هتعمل الديف وتدي له ويتس وهاي، وتدي للافتر وتدي للافتر او بيفور سواء انت عايز تعمل قبليه او بعديه، وتحدد له البوردر كده بالطريقه دي بالظبط. يبقى فكره الافتر والبيفور سواء انت عايز تضيف قبل ولا بعد، ولازما اهم خاصيه تكون موجوده الكونتنت. يعني انت لو شلت الكونتنت من هنا هتلاقي مفيش حاجه تطبقها، الافتر مش هيكون في حاجه في افتر، لان الكونتنت هو لازم تكون انت، حتى لو هتضيف انت تقول الكونتنت فاضي بس انت هتعمل كل حاجه بالبوردر وكده. اما لو شلت البوردر، لو شلت الكونتنت خالص فمش هيفيش حاجه موجوده، لان الخاصيه بتعتمد على الكونتنت. تمام جدا. ده كده امثله وشرح الافتر بيفور، اتمنى تكون عجبتكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله.